الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده ان شاء الله جايبه لكم ماسك جميل جدا جدا، من الماسكات الرائعه جدا اللي بتفتح البشره وبتصفيها، كمان بتشد البشره وبتديها لون وردي جميل قوي. هتحطي الماسك ده بالليل قبل النوم بعد السحور مثلا، ان شاء الله يخلي بشرتك زي القمر في نهار رمضان. طبعا زي ما انتم عارفين الصيام بيخلي البشره جافه، بيخليها مجهده، بيخلي لون البشره باهت ومجهد. الماسك ده ان شاء الله هتحطيه هيخلي بشرتك ورديه وجميله وكلها نضاره. ان شاء الله هتحطيه ومش هتقدري تستغني عنه ابدا. مكونات الماسك مغذيه جدا للبشره وان شاء الله مش مكلفه، موجوده في كل بيت. كل اللي انت هتحتاجيه لبن بودر اي نوع متوفر عندك. هتحتاجي كمان معلقه كبيره من النشا، يبقى هتحتاجي معلقه كبيره من اللبن البودر، معلقه كبيره من النشا. هتحتاجي كمان معلقه كبيره من الكركديه، مغلي الكركديه. كنت عملت لكم منه اكتر من وصفه قبل كده، وده شكل الزهره بتاعته، الكركديه بالشكل ده. ولو حد تاني يعرف اي اسم الكركديه يا ريت يكتبوا في التعليقات علشان الفايده تعم على الجميع. يبقى هنحتاج معلقه كبيره من اللبن البودر، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من مغلي الكركديه. ودلوقتي تعالوا نعمل الماسك مع بعض. نجيب معلقه كبيره من اللبن البودر، من الحاجات الجميله جدا اللي بتفتح البشره بتديها نضاره وبتصفيها وبتوحد كمان لون البشره. معلقه كبيره من النشا، هنحتاج برضو معلقه كبيره من مغلي الكركديه. ماسك جميل جدا جدا يا بنات، اتمنى انكم تجربوه. زي ما قلت لك هتحطيه بالليل قبل النوم بعد ما تتسحري. تحطي الماسك ده لمده ربع ساعه على بشرتك، هيخلي بشرتك صافيه وورديه وجميله قوي. بس كده خلص الماسك، هيبقى بالشكل ده وهيبقى بالقوام ده. بالشكل ده يا بنات زي ما انتم شايفين. طبعا قبل ما تستخدمي الماسك لازم تغسلي بشرتك كويس قوي بالميه وبالصابونه المناسبه ليكي او بالغسول اللي انت متعوده عليه. بعد كده تبداي تدهني الكريم ده او تحطي الماسك ده على بشرتك وتسيبيه لمده ربع ساعه تلت ساعه يكون نشف خالص. وبعد كده تبداي تغسلي بشرتك بالميه الفتره الاول وبعد كده بالميه الساقعه. يا ريت يكون عندك مكعبات تلج، تمرري مكعبات التلج من الميه العاديه او من ميه الورد، تمرريها على بشرتك لغايه وتسيبيها لغايه ما تنشف، ما تجففيهاش بفوطه. وان شاء الله هتلاحظي ان بشرتك بقى لونها جميل جدا، لونها وردي بشكل طبيعي. هتلاحظي نضاره في بشرتك ان شاء الله، هيخلي بشرتك حلوه جدا في الصيام مع النهار، يعني مش هيبان عليكي اي اجهاد او بهتان في البشره. هتعملي الماسك ده بالليل قبل النوم كل يوم. لو حابه تعمليه مرتين او 3 مرات في الاسبوع زي ما انت عايزه، لكن لو عملتيه كل يوم مفيش اي مشاكل. ان شاء الله يجيب نتائج حلوه جدا معاكم من اول مره باذن الله. بكده يكون خلص الفيديو وخلصت وصفتنا النهارده. يا ريت تكونوا استفدتوا منها ويا ريت تجربوا الماسك وان شاء الله هيعجبكم وهيجيب نتائج ممتازه قوي معاكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله.